موجودة من ندي امامية كرة خطيرة، منطقة خطيرة جدا، ولكن ممتاز يا شناوي، ممتاز يا شناوي. هجمة لسه في خطورة، ولكن دفاع ممتاز مرة ثانية من محمد كوفي. يا على التألق، يا على الابداع، يا على التركيز العالي الكبير من احمد الشناوي. يظهر في الصورة ويظهر في الكادر ويتألق مشاهدينا ويقوم بدور الليبرو ويطلع كورته بره الملعب. يا على الخطورة، اخطر هجمة في انطلاقة سريعة، في هجمة جميلة عنترية موجودة في اداء ليوبار، ولكن ممتاز احمد الشناوي. تألق الشناوي، حط رجليه وطلع كورته. ادي اهو تحرك طولي كان من ندي، والتحام طبعا عادي جدا، التحام كوره، التحام كوره وسلامات سلامات للاعب رودي ندي. كان في اندفاع طبعا، ولكن على طول هو الشناوي بكل احترام بكل ادب داخل على الكوره. سلامات ان شاء الله سليمه باذن الله، ولكن وقعته تخوف، وقعت اللاعب رودي ندي اللاعب الكونجولي تخوف. ده نزل على دماغه. يا ساتر يا ستار، استرها يا ستار، استرها يا ستار باذن الله. نزل على دماغه، ان شاء الله خير باذن الله، ان شاء الله خير. هذا هو الالتحام اللي كان حصل بين جان باتريك مع خالد قمر. سلامات لكل اللاعبين لكل النجوم باذن الله. كرة القدم طبعا للمتعه، للاثاره، للجمال، للروعه، للسلوك الرياضي الجميل والمحترم. الحمد لله سليم، الحمد لله سليم، الحمد لله سليم باذن الله. المهاجم رقم 7 المهاجم طبعا رودي ندي اهو الحمد لله فاق شويه. سلامات ان شاء الله باذن الله، ولكن الماتش حلو. الشوط الاول حتى الان شوط جيد حتى الان، طوال تقريبا يعني 20 دقيقه من عمر اللقاء. الزمالك متقدم بهدف واحد مقابل الشيء، هدف كان بقدم النجم بس مرشد في الدقيقه الثانيه من عمر اللقاء. سلامات باذن الله، ولكن طبعا وقعه قويه جدا صعبه جدا على دماغ اللاعب رودي ندي، ولكن التحام عادي، التحام كوره. وادي لعيبه الزمالك والشناوي بيطمنوا على المهاجم طبعا رودي ندي. هذا هو الاعاده مره ثانيه، هذا هو طبعا داخل على الكوره، داخل على الكوره بكل احترام، ولكن السقوط سقوط صعب قوي قوي قوي. يا ستار استرها باذن الله. وعلى دماغه اللاعب الرودي الندي رقم 7 المهاجم، 25 سنه عمره، واحد من مهاجمي فريق ليوبار الكونجولي. ولكن السلامات، المهم طبعا اطمئنان على اللاعبين باذن الله. حكم اللقاء واقف المباراه طبعا لعلاج اللاعب والاطمئنان على اللاعب باذن الله. اللقاء يعدي على خير باذن الله. هذا الملعب الجميل ملعب بطرس بورت هنا في التجمع الخامس، مركز اول في الدوري المصري. طبعا نادي الزمالك برصيد 83 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني النادي الاهلي اللي عنده 77 نقطة. الزمالك متبقي له لقاءين في ختام الدوري، هيلعب يوم الاربعاء القادم مباراته مع طلائع الجيش، ثم الاسبوع القادم مع وادي دجلة. بيحتاج نقطة وحيدة من اجل يتوج رسميا بطل بهدفين مقابل شيء، وهزيمة امام مصر بقصة 1-2، ثم هزيمة اخيرة امام الاهلي بهدفين مقابل شيء. هم دول هزائم الزمالك في الدوري في هذا الموسم. سلامات للنجم الرودي الندي، ان شاء الله يكون سليم باذن الله ونطمن عليه باذن الله. ولكن طبعا يعني سقوط صعب قوي، ولكن الراجل طبعا بيتكلم الحمد لله كويس. طبعا هيكون تغيير اول اضطراري بالنسبه لفريق ليوبار. خروج المهاجم رقم 7 الرودي الندي، ده تغيير اول بالنسبه لفريق ليوبار الكونجولي، تغيير اضطراري.